اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها، فعل الجرس، واستنى كل جديد. حلقة النهاردة مميزة جدا الصراحة، لاننا بنجمع فيها ما بين حاجتين. اول حاجة انها قايمة على الافلام الجديدة اللي لسه نازلة وتستحق فعلا المشاهدة. وتاني حاجة مميزة معانا النهاردة انها كلها افلام مختلفة عن بعضها من اكتر من سينما مختلفة، زي الأمريكية والإنجليزية والهندية والكورية واليابانية. كل فيلم فعلا حلو جدا ويستحق فعلا المشاهدة لسهرة ممتعة. هستنى رأيكم على الاختيارات في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معنا فيلم دراما رومانسي أمريكي من بطولة النجمة الجميلة جدا أنا هاثاواي، وهو فيلم The Idea of You. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين سولين دي عندها 40 سنة وبتشتغل منسقة فنية في باريس. سولين كل وقتها مكرساه بس لبنتها إيزي اللي عندها 16 سنة وشغلها. بنتها بقى بتحب جدا الموسيقى، وخصوصا فرقة اسمها أوجست مون، ودي فرقة مشهورة جدا. وبمناسبة عيد ميلاد بنت سولين قررت إنها تديها هدية، والهدية دي عبارة عن إيه؟ تذاكر لحفلة للفرقة اللي بتحبها دي. واللي هناك بقى سولين اتقابلت بهايز، وهايز ده مغني في الفرقة اللي اتبادلوا الإعجاب مع بعض من أول نظرة. بس المشكلة بقى إن هايز ده عنده 24 سنة وسولين دي عندها 40 سنة. ده غير الشهرة بقى والسوشيال ميديا. يا ترى بقى الإعجاب المتبادل ده هيوصل لحد فين؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم. What is that song? It's nothing, really. I like it. Yeah? Yeah. I know my being happy would piss so many people off. Did I not warn you? People hate happy women. What are you gonna do? في المركز الرابع اخترنا النهاردة فيلم رعب كوري حقق إيرادات خارجية أكتر من 90 مليون دولار. ده غير إنه من أكتر الأفلام مشاهدة أونلاين في 2024. هو فيلم إكزوما. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين هيرين وهيون اللي بيشتغلوا في طب الأرواح، واللي بيسافروا من كوريا لأمريكا عشان ينقذوا طفل صغير لسه مولود لعيلة كورية غنية عايشة في أمريكا. وفعلا أول لما بيوصلوا المستشفى ويشوفوا الطفل بيلاحظوا أصوات غريبة جدا حواليه، وبعد كده بيكتشف ان الطفل ده فعلا بيعاني من روح، والروح دي كمان روح جدهم الكبير. وبعد ما راحت زارت بيتهم واتكلمت مع باباه اكتشفت ان روح جدهم دي عايزه تاخد اي حفيد في العيله، لانه قبل كده كان ليه اخين اتولدوا وماتوا غير اخ كبير ومات لوحده، وان الحل الوحيد للموضوع ده ان هم لازم يحرقوا جثه جدهم دي. وده خلاهم يرجعوا تاني كوريا عشان هناك يقابلوا جين والمساعد بتاعه عشان بقى يساعدوهم في موضوع الجثه دي. بس يا ترى الحل بتاعهم ده هينفع ولا هيولع الدنيا؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. 한기가 엄청나네. 이게 무슨 말이야? 가격이 했다니. 애들 다 죽어. 뭐가 나왔다고 거기서. 겁나 험한 게. في المركز الثالث اخترنا احدث افلام الاكشن الحربي الانجليزي، هو فيلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare، او فيلم وزارة الحرب الغشيمة. الفيلم الحربي اللي بطابع كوميدي، والفيلم اللي على حد وصف صناعه انه مبني على احداث حقيقية. بتدور احداث الفيلم في اواخر 1941 في عز الحرب العالمية التانية. كانت بريطانيا وقتها بتكافح عشان توقف محاولات ألمانيا اللي عايزة تسيطر على أوروبا كلها، وكانت لندن في الوقت ده بتعاني من انتظام من عمليات ضرب على ايد سلاح الجوي الألماني. ده غير ان سفن الامدادات والمساعدة ما كانتش بتوصل تقريبا، لان الغواصات الألمانية ما كانتش بترحم ولا بتعدي اي حاجة.
وده اللي خلى العميد كولين بدعم غير مباشر من تشرشل في الوقت ده إنه يبدأ في عملية البوست ماستر، ودي مهمة مش رسمية بس مهمتها بقى إنها تخرب الغواصات الألمانية دي وإنهم يرجعوا الإمدادات تاني، وده اللي خلاه يكون فريق مش رسمي عشان المهمة دي. بس يا ترى بقى إيه اللي هيحصل وهينجحوا ولا لأ؟ كل ده تعرفه في أحداث الفيلم المميز جدا ده. That is not a dog. That is my wife. It's very good. You and your operation are reckless. Abort this mission now. Hello, can't hear you. Please do off. في المركز الثاني معانا واحد من أجمل الأفلام الهندية اللي اتفرجت عليها الفترة الأخيرة، هو فيلم أرتيكل 370 أو المادة 370. وعلى عكس الأفلام الهندية والأغاني والرومانسية والكلام ده، بس الفيلم ده بيناقش قصة المادة 370 من الدستور الهندي، وبتدور أحداث الفيلم ده في الفترة ما بين 2016 لحد 2019، وبتبدأ أحداث الفيلم بعد الاضطرابات الكبيرة جدا اللي حصلت في كشمير سنة 2016، واللي حصلت نتيجة عملية اغتيال لواحد من القيادات الحربية في كشمير، والاضطرابات دي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات، ده غير إنها كمان أدت لخلافات داخلية كبيرة جدا، وده اللي خلى رئيس الوزراء في الهند يقرر إنه لازم يكون في حل قوي جدا للموضوع كشمير ده، مش بس مسكنات زي كل مرة، وده اللي خلاه يقرر قرار هيولع الدنيا كلها في الهند وحواليها كمان، وهو إن هو يلغي المادة 370 من الدستور. يا ترى بقى ايه المادة دي وايه اللي هيحصل عشان فكرة الالغاء ده؟ كل ده هتشوفه في احداث الفيلم المميز جدا ده. بس نصيحة صغيرة جدا، الفيلم ده مهم جدا ان هو بيظهر وجهة نظر الهندية في الموضوع ده، انما بقى وجهة النظر التانية بتاعت وجهة النظر اللي هي وجهة النظر المعارضة الصراحة انا معرفهاش، بس لسه هقرا عنها اكتر. بس الفيلم ده فيلم مميز جدا واحداثه حلوة جدا جدا. في المركز الاول معنا واحد من أجمل الأفلام اللي لسه متاحة للمشاهدة الأونلاين، هو الفيلم الرهيب الياباني جودزيلا ماينس 1. الفيلم اللي بيدور أحداثه سنة 1945 في أواخر الحرب العالمية التانية، لما طيار ياباني في قاعدة جوية في مدينة أودو هاجم في الوقت ده القاعدة الجوية دي جودزيلا عملاقة شبه الديناصورات. وقتها الطيار ده معرفش يتصرف من الخوف وأغمى عليه، وده تسبب في موت أغلبية اللي كانوا موجودين، وده اللي خلى الطيار يحس بالذنب الكبير قوي ويقرر ان هو يعتزل الحرب ويرجع البلد بتاعته. بس لما رجع البلد بتاعته لقى ابوه وامه ماتوا في الحرب، وده اللي خلاه بعد كده ان هو يبدأ خلاص يقول انا هعتزل اي حاجة في الحياة. بس الموضوع بقى اتطور تطور رهيب نتيجة الاختبارات النووية الامريكية. الاختبارات دي عملت طفرة كبيرة جدا للجودزيلا دي وحولتها لوحش، الوحش ده هيدمر اليابان كلها، وده اللي خلى الطيار وفرقة حربية معاه تكون مهمتها الرسمية ان هم يحاولوا يقضوا على الجودزيلا دي بأي طريقة. بس يا ترى بقى هينجحوا ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده اللي يستحق بكل جدارة ان هو يكون المركز الأول معانا في حلقة النهاردة. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.